يا اهلا وسهلا، حابه اشارك معاكم النهارده ازاي بقدر ان انا اعمل خطه لرمضان، وكمان بمشي عليها طول اليوم ازاي. يلا بينا نشوف. اول حاجه، لاول مره في حياتي بتعلم ان انا اسبح على السبح العاديه اليدويه دي، مش على العداد التاني. فحابه جدا الموضوع ده، خاصه ان انا عندي سبح كتير كانت جايالي هديه وموجوده عندي، فده حاجه مشجعاني قوي. اوعوا تفتكروا ان خطه رمضان موجوده في المفكره دي معايا بقالها سنين كتير قوي. خطه رمضان بتبقى موجوده دايما معايا في الاجنده دي. الحقيقه ان خطه رمضان السنه دي مختلفه شويه، لان انا حاطه عادات وحاجات كتيره قوي وبفضل الله ماشيه عليها. وتعالى اعرفكم على اول حاجه انا حابه جدا ان انا اقولها لكم، علشان يعني تزود كده عندكم الاحساس ان انتوا تصلوا صلاه السنه بتدريج وبشكل كويس. انا بصلي سنة الفجر من بدري جدا، لكن سنة الظهر بدأت فيها ان انا قلت هاخد 10 ايام، اول 10 ايام من رمضان ان انا اصلي سنة الظهر اللي هم 4 ركعات قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر. والتاني 10 ايام هيكونوا المغرب، والتالت 10 ايام هيكونوا العشاء ان شاء الله. كمان عندي تدبر في سورة البقرة لمدة 10 ايام، اول 10 ايام هاخدها تدبر وقراءة سورة البقرة، وتدبر في الجزء التاني والتالت برضو في نفس ال10 ايام، في اول 10 ايام دول. طب ليه انا بعمل الموضوع ده وليه مش بمشي؟ لان انا عايزه اتدبر في القران الكريم، مش عايزه بس اختمه قراءه. لا اخفيكم سرا ان في حاجات تانية كتيره جدا جدا، وان شاء الله بشاركها معاكم في كل الفيديوهات اللي جايه. من احب الاجندات اللي على قلبي وهي اجنده مشاركات الروح. اجنده مشاركات الروح ديت كانت جميله جدا جدا وفيها تفاصيل كتير حلوه، وكنت اتمنى ان انا اشتري منها تاني، بس هي الحمد لله يعني ما حلفنيش الحظ. بس هي طبعا زي ما انتم شايفين كده هي اسبوعيه يوميه، فبتبقى فيها حاجات كتيره جدا. كمان هي بتبقى من ورا كده فيها ادعيه كتير جدا جدا من القران، فده اللي انا هستخدمه منها السنه دي ان شاء الله. لو الفيديو النهارده عجبكم متنسوش تحطوا لي لايك، وان شاء الله اشارك معاكم فيديوهات تانية كتير. مع السلامه.